السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل اخواتي وحبايبي الغاليين. يا رب تكونوا في احسن حال في اتم صحة. النهاردة ان شاء الله هعمل معاكم اكلة من اكلاتنا المصرية الشعبية. الاكلة دي مشهورة جدا عندنا، واكلة بصراحة بتبقى يعني بسيطة وموفرة. وهعملها معاكم بطريقة المطاعم. انا عملتها معاكم قبل كده بطريقة غير دي. المرة دي بقى ان شاء الله تجربوا الطريقة دي وهتعجبكم قوي. اول حاجة هنا عشان اعمل مسقعة، هنا معايا الحلة بتاعتي، حطيت فيها شوية زيت مش كتير عشان تبقى خفيفة كده، ونزلت فيها البصل اللي انا مقطعاه مش جوانح، يعني اقل من الجوانح شوية، وبدأت اقلبه كده طبعا يعني من 5 ل7 دقايق لغاية البصل ما يدبل معايا شوية. يبقى بالطريقة دي كده مش هياخد لون يعني، لان انا عامله الحاجات دي كلها كده ني في ني، ولما تجربوا الطريقه ان شاء الله هتعجبكم. ونزلت عليها كمان قرن فلفل حامي مقطعاه يعني قطع صغيره كده. ده طبعا الخطوه دي اختياري، يعني لو حضراتكم مش بتحبوا الطعم اللي هو الحراق او الطعم الحامي في الحاجه، عادي ممكن تستغنوا عنه. ونزلت كمان الطماطم اللي انا مقطعاها مكعبات زي ما حضراتكم شفتوا كده. انا بحب يعني اكتر الطماطم شويه. طبعا المطاعم مش بتبقى حاطه طماطم كتيره كده، بس انا يعني بحب اكترها شويه، بتبقى مسكره وحلوه قوي. نزلت عليها كمان التوابل، ملح وشويه كزبره وكمون. وهنا طبعا انا حاطه فلفل حار، هو اللي بيديها طعم يعني حلو قوي. هضيف بقى على الطماطم شويه ميه كده عشان يساعدوا في التسويه بقى، الطماطم تستوي معايا كويس. وهنا بعد ما بدأت الطماطم يعني تستوي كده شوية، طبعا نسيت اقول لكم ان انا بضيف ربع معلقة سكر مع التوابل، بضيف ربع معلقة سكر. والبتنجان ده بقى اللي هو الرومي زي ما احنا عارفين، ببقى مقطعاه بالشكل ده كده، ونزلته بقى ني ما قلتهوش، عشان انا عايزاها تبقى يعني لما ناكلها كده تبقى خفيفة ما فيهاش زيت كتير. بجد والله طريقة حلوة قوي، وان شاء الله لما تجربوها تعجبكم. نزلت عليها طبعا البطاطس اللي انا مقطعاها اصابع يعني سميكة شوية، يعني زي ما احنا بنقول كده بالعامية. الاكلة دي كده انا عاملاها ني في ني، تبقى صحية وحلوة قوي. ونزلت كمان معاها الفلفل الرومي زي ما حضراتكم شفتوا كده. وهسيب ده كله بقى كده على نار متوسطة. وطبعا بقى كل شوية يعني ايه بقلبها، لو لقيتها عشان ما تشطش مني طبعا بحط لها شويه ميه بشويه قليلين كده. وكل شويه بقى يعني اقلبها عشان اختبر التسويه بتاعتها، يعني اشوفها استوت او لسه. هي الحقيقه والله انا لما عملتها بالطريقه دي عجبت الكل وكان جميله جدا. كده استوت معايا كل حاجه. تقدروا تقدمها بقى مع العيش الطري كده وشويه مخلل، والهنا والشفا. ولو عجبكم الفيديو اتمنى لايك حلو واشتراك في القناه.